مبادرة فذة تفاعلت معها العقول بكثير من الاهتمام، فأخرجت أفكارا مثمرة وإبداعا مشرقا لرقي هذا الوطن. هكذا في كل وقت وحين نرى من قيادة هذا الوطن كل ما يفرح المواطن والمقيم، لذلك لا غرابة أبدا أن تعصف الأذهان وتطرح وتتفاعل وتبدع، ثم نرى كل الاهتمام بما طرح من القيادة الرشيدة وتجسيده على أرض الواقع استجابة لعصف وإبداع الأذهان، وكي يرقى الوطن ويسعد المواطن والمقيم. هكذا وطني، وهكذا هي قيادة الوطن. دكتور محمد سيف. حجم المشاركة فاق التوقعات. القرارات التي صدرت عن العصف الذهني كانت قرارات مهمة، ويبقى التنفيذ، وهو أيضا سيكون صفعة لكل من أراد بالإمارات سوءا. قدم الشيخ محمد بن راشد في هذه المبادرة درس جديد للعالم في كيفية التواصل الاجتماعي وكيفية اتخاذ القرارات وكيفية رسم مستقبل الأجيال القادمة. آخر مرة يمكن شفنا الأرقام كانت أكثر من 80,000 فكرة انطرحت، ويمكن قبل شوية بعد كنا نطالع الهاشتاج هذا، ففي مشاركات ما زالت مستمرة. حضارات متعاقبة في كل العصور التاريخية التي صنعها أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف مناطقها الحالية، لأن الإرادة والقدرة على البناء تجري في عروقنا. فالمجتمع الإماراتي مجتمع له خصوصيته التي تمكن عبرها من الاتحاد والبناء، ولو نزعنا عن المجتمع خصوصيته فقد كل مقوماته، وتمسك مجتمعنا بخصوصيته هو السبب في كل هذا الازدهار. أنا بتأمل كل خير وكل تقدم ورقي للفتيات والشبان في هذا الجيل، أنهم ينالون كل ما نحن نتأمله وكل ما نترجاه منهم، أنهم يعملون لوطنهم. رأينا ديمقراطيات عديدة ورأينا الكثيرين يدعون لها، ولكننا أيضا رأينا نتائجها. ديمقراطيتنا الحقيقية في خصوصيتنا، وخصوصيتنا يجسدها كل قادتنا. يتحدث البعض عن الديمقراطية ويتهم الإمارات بأنها ليس لديها ديمقراطية، ولكن في الحقيقة الأمر يجهل الجميع أن الشيخ سعيد بن مجتوم رحمه الله قد تم انتخابه عن طريق القبائل، وهذه هي من عاداتنا وتقاليدنا الشورى. مبادرة العصف الذهني والتي شهدناها مؤخرا أمر بها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، بأن يكون هناك مجهود مجموعة كبيرة من الأساتذة ومن الوزراء ومن مشاركة كبيرة من شعب الإمارات في تقديم مختلف الأفكار والخطط في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي، وزارة التربية ووزارة الصحة. هذا الأمر نحن يمكن لم نشهده في أي بلد آخر. المجال أو الفكرة هاي نقدر نعتبرها احنا درس لبقية القادة أو المدراء اللي موجودين للتحول من النظام المركزي إلى اللامركزية، التحول من تفويض الموظف اليوم في الإدارات أو في الدوائر أو المؤسسات
الحكومية أو الغير حكومية إلى النمط الجديد اللي هو نسميه احنا التمكين الوظيفي. مبادرة العصف الذهني التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد تكون الأولى في دولة الإمارات أو في العالم، ولكنها مبادرة لها أبعادها في هذا الوقت. كثير من الإداريين الآن على مستوى العالم أو القياديين يأخذون الأسلوب النمطي التقليدي في إدارة البلد أو في إدارة الدائرة اللي هم فيها، ولكن كما عودنا الشيخ محمد أنه يكون خلاق في مبادراته. هذه المبادرة التي أطلقها يتكلم فيها عن ناحيتين مهمات في حياة المجتمع، في حياة الشعب: التعليم والصحة. وكانت هناك أقوال كثيرة في رداءة التعليم، لا أسلوب التعليم، لا طريقة التعليم، هل هي تقليدية، هل هي حديثة. لذلك لم يسمع الشيخ محمد من مختصين فقط، ولكن أطلقها للعالم أكمل. أطلقها لشعب الإمارات المقيمين في دولة الإمارات، ولمن يرغب من شعوب العالم في الإدلاء بأقوالهم. مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله في إطلاق وسم العصف الذهني الإماراتي بحد ذاتها أكبر نموذج على أن الديمقراطية في دولة الإمارات ولله الحمد وصلت إلى أعلى مستوياتها. اليوم نرى أن القيادة تشارك الشعب الآراء والأفكار، وأن الشعب بفضل قيادة رشيدة يشارك الحكومة في إبداء بعض الحلول أو المقترحات التي تفيد الجيل القادم أو التي ستسهم في التطوير. فمبادرة العصف الذهني هي رسالة واضحة للعالم أجمع عن مدى الديمقراطية التي تتمتع بها قياداتنا الحكيمة تحت ظل قيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، والتي تعكس أجمل صور التعاون والألفة بين حكومة دولتنا وشعبها. مبادرة العصف الذهني هي رداً على كل من يطعن في ديمقراطية دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة بالقيادة الرشيدة التي تبذل المجهود الكبير في سبيل إسعاد شعبها وإيصالنا إلى أعلى القمة والصدارة، إنها هي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. مبادرة العصف الذهني مبادرة سباقة والأولى من نوعها، أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، راسما بذلك شكل جديد للديمقراطية لم يسبقنا إليه أحد من قبلنا، وشارك الشعب أجمع برسم مستقبل هذا الوطن. ونحن في دولة الإمارات في علاقة مع حكومتنا لا يفهمها إلا من عاش بيننا على قلب رجل واحد، هدفنا رفعة الوطن. وشاهدنا ما حصل في الخلوة الوزارية بعد العصف الذهني الذي حدث، حتى أنهم استضافوا أشخاص من أصحاب الاقتراحات التي تم طرحها في وسم العصف الذهني وشاركوهم هذه الآراء. مبادرة العصف الذهني لسمو سيدي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله مبادرة قوية جدا، وإن دلت فتدل على الترابط القوي بين حكام وشعب دولة الإمارات، وهذا دليل قاطع لكل الأشخاص أو الدول التي تدعي أن دولة الإمارات تفتقر للديمقراطية. ونحن بإذن الله وفي ظل حكامنا حفظهم الله من تقدم إلى تقدم وفي مراكز عليا بإذن الله. سمعنا وقرأنا كثيرا عن الديمقراطية. هذه الكلمة أو هذا المصطلح قد ظلم كثير.
استغلوه ناس كثير وتغنوا بالديمقراطية. أتمنى منهم أنهم يلتفتوا إلى الإمارات، إلى الحكم الرشيد الموجود في دولة الإمارات، حينما يكون الحاكم أو القائد أو قادتنا حريصين على الأخذ بآرائنا احنا كشعب الإمارات، والاهتمام بما يمكن أن يعبر عنه الشعب في المشاركة في تطوير الجهات الحكومية والخدمات المقدمة لنا. الوسم الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واللي كان عن العصف الذهني الإماراتي، عنوان كبير وواضح لمعنى الديمقراطية. الديمقراطية بنكهة إماراتية، ديمقراطية جميلة، ديمقراطية بعيدة عن الشعارات، بعيدة عن الكلمات الغير مفهومة أو أنها تكون لأمور أخرى. ديمقراطيتنا احنا الإماراتية جميلة جدا. احنا ولله الحمد سعيدين كشعب الإمارات أن عندنا قادة وحكام يستمعون لما نتحدث به. مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله هي مبادرة تعكس علاقة قادة الإمارات بشعبها وسعيهم لتفعيل دور الشعب باتخاذ القرارات. هي نظرة إيجابية وثاقبة. تفاعلت مع هذه المبادرة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من الوسم الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وهو العصف الذهني، وطرحت بعض الأفكار وقرأت بعض الأفكار واللي هي إلغاء الآيلس وفكرة الضمان الصحي الاتحادي. مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة العصف الذهني، مبادرة رائعة وعظيمة جدا. مبادرة تعني الديمقراطية والتوافق والانسجام الكبير بين حكومة الإمارات وشعب الإمارات، حيث يبدي الشعب آراءه واقتراحاته لأغراض تعديلية وتطويرية في أهم وزارتين لدى أي دولة، وزارة الصحة ووزارة التعليم. وهذا ما يعزز ويقوي وينمي روح الولاء والتقدير والحب من شعب الإمارات لحكومتهم. طبعا شاركت في هذه المبادرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، وكنت سعيدة بهذه المشاركة وهذه الفرصة التي أتيحت للجميع كما عهدنا وكما نشهد الآن. سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد هو الداعم الأول والداعم الأبوي والروحي لفئة الشباب الإماراتي. العصف الذهني الإماراتي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر التواصل الاجتماعي تويتر. لقيت الخبر من تويتر، كوني أنا دائما أغرد في تويتر، وهي طبعا مش قريبة على حكومتنا الرشيدة. ليست مجرد مبادرة، ولكنها مكون أساسي لخصوصية هذا الشعب العظيم الذي لا يعرفه أحد أكثر من قادته وحكامه الذين هم جزء منه.